وننتقل الآن إلى الدراسة الثانية، وهي عرض نماذج من أنشطة المركز الوطني للبرايل الموسيقي في تونس، تقدمه الأستاذة رفقة ساسي، وهي مساعدة تعليم عالي في المعهد العالي للموسيقى بجامعة سوسة، ومدربة البرايل الموسيقي الابتدائي، ومنسقة بيداغوجية وعلمية في المركز الوطني للبرايل الموسيقي، أستاذة اختصاصية في الموسيقى الغربية التطبيقية، ومدرسة بيانو. لها مقال بعنوان التهويدة، شكل من أشكال التعويض العاطفي بين الأمهات والأطفال، منشور في المجلة الدولية الآخر في العام 2017. ومقال آخر بعنوان دور المرأة في الحفاظ على التراث الغنائي، نشر أيضا في مجلة العلوم والتراث في العام 2018. فلتتفضل. شكرا. بداية كل الشكر والتقدير للسادة أمانة المجتمع، السادة الرؤساء، وذلك من خلال بعث المركز الوطني للبرايل الموسيقي بتاريخ 25 سبتمبر 2023 عن طريق جمعية العمل التنموي والثقافي بالمعهد. ظروف النشأة: تم إحداث المركز بعد دراسة ميدانية وعلمية قام بها مجموعة من الأساتذة لمعاينة الصعوبات والعراقيل التي تواجه الطلبة المكفوفين وضعاف البصر خلال عملية التعلم على مستوى الإطار العام للدروس، نجاعة نظام الكتابة، ومدى التمكن من الأدوات التكنولوجية وأثر ذلك على نتائجهم. جاءت هذه الدراسة إثر أشغال دورة في تدريب المكونين في إطار برنامج إيراسموس بلاس احتضنتها جامعة سوسة، التي اتخذت شعار Socially Responsible بالشراكة مع الجامعة اليونانية National and Kapodistrian University of Athens بين شهري ديسمبر 2022 وفبراير 2023. تضمنت خطة التدريب التقنيات المساعدة وأدوات الإتاحة الرقمية، كيفية إنتاج الموارد التعليمية للمكفوفين وضعاف البصر، وإعداد الموارد التعليمية الرقمية عبر منصات التدريس عبر الإنترنت. من أبرز الصعوبات التي واجهت الطلبة هي عدم الإلمام بتفاصيل نظام برايل الموسيقي، فقد كانوا يعتمدون في كتابة الدرجات والأشكال الإيقاعية رموزا غير دقيقة يتناقلونها عن زملائهم الذين يذكرونهم من دفعة إلى دفعة. قد نجم مع ذلك عدم توحيد الكتابة الموسيقية إضافة إلى الاختلافات على مستوى نفس الرمز بين الطلاب، وتجاهل بعض الرموز الأخرى كالمفاتيح وعلامات الإعادة والروابط وغيرها. كما تسبب ضعف إتقان الأدوات التكنولوجية في محدودية انتفاعهم بموارد الويب ومنصات الجامعة وتحديثات البرامج التي تسهل التعلم والإبحاث للأشخاص من ذوي الإعاقات البصرية. يشكل الغياب التام للمصادر والمراجع لكتابة برايل بمكتبة المعهد وندرتها في المؤسسات الجامعية عامة معوقات للبحث العلمي في إطار مشاريع نهايات الدراسات ورسائل الماجستير وغيرها. طريقة عمل المركز: أولاً المهام الإدارية واللوجستية، تتمثل في إدارة بيئة المشروع وتوفير مقرات العمل والتكوين كقاعة المركز، قاعة المحاضرات، إذاعة المعهد، استوديو التسجيل، واقتناء المعدات وإدارة المشتريات، إضافة لتنظيم المناسبات الرسمية العلمية والفنية وإدارة الاتصالات واتفاقيات الشراكة مع الأفراد والمؤسسات الخارجية في تونس وخارجها. المهام البيداغوجية والعلمية تتمثل في تقديم دورات تكوينية في البرايل الموسيقي وتكنولوجيات وتطبيقات الكتابة الموسيقية الرقمية وإعداد الدروس والمصادر التعليمية المتاحة. في هذه الوثيقة عدد الوثائق المنجزة خلال السنة الجامعية الفارطة
وفي خلال السداسي الجديد من العام الدراسي الجديد تضاعف العدد، يعني أكثر من 2200 وثيقة منجزة بكتابة برايل إلى حد الآن، والعدد في استمرار متواصل. هذه الصور من آخر دورة تكوينية في شهر سبتمبر، احتفال بالذكرى، أول ذكرى لتأسيس المركز الوطني للبرايل الموسيقي، وقد حضرها عدد لا بأس به من طلاب الجامعات الموسيقية في تونس ومن طلاب المعاهد الموسيقى من المكفوفين والمبصرين وطلاب مبصرين وأساتذة وغيرهم وجمعيات أيضا. هذا جدول زمني لأنشطة وفعاليات المركز الوطني البرايل الموسيقي، يعني من بداية دورة تدريب المدربين بالجامعة إلى آخر حدث وهو الاحتفال بالذكرى السنوية للمركز ودورة تكوينية في البرايل الموسيقي. التنسيق البيداغوجي والمتطوعون. يتعاون المنسقون البيداغوجيون مع فريق من الطلبة المدونين المتطوعين Volunteer Transcribers على إعداد المصادر التعليمية المتاحة بتحويل الدروس اليومية من تمارين سولفيج ومقطوعات موسيقية ومواد نظرية إلى كتابة برايل، ويتم ذلك وفق المراحل التالية. في هذا المخطط هناك طريقتين. احنا حاليا نشتغل بالطريقة يعني التمشي هذا من نوتات موسيقية مكتوبة باليد أو في صيغة PDF فايل يكتبها المدونون المتطوعون على تطبيق MuseScore 4 الذي يمكننا من استخراج وثيقة BRF، يعني وثيقة بكتابة برايل. الآن صار ممكن أن نحول النوتة الموسيقية إلى برايل، ويتم إنجازها وطباعتها عن عبر تطبيق ديكسبري برايل ترانسليتر. بالنسبة للطريقة الثانية، المعهد يعتزم شراء البرنامج نوراتون فوتوسكور، وصل للنسخة 2021 على ما أظن، يعني هو يمكن شراؤه، يمكن من اسكان لأي مقطوعة موسيقية سواء مكتوبة باليد أو موجودة PDF أو أي نوع من الكتابة الموسيقية، ويحولها إلى XML فايل الذي بدوره يتم استخراج وثيقة BRF عن طريق MuseScore وطباعتها على برنامج ديكسبري برايل ترانسليتر. أولا تحديد البرنامج. يتم تحديد البرنامج المراد تحويله إلى كتابة برايل وتوزيعه على المدونين المتطوعين، حيث يتكفل كل متطوع بمادة معينة أو يعمل مع أستاذ معين، وفي بعض الأحيان يكون هناك متطوع عن كل فوج. ثانيا تجميع المواد وإعدادها. يقوم المنسق البيداغوجي بعملية التثبت عميقة في تفاصيل الكتابة الموسيقية كدليل المقام والعوارض الطارئة، ويعمل على إصلاح الأخطاء إن وجدت، لأنه برنامج MuseScore مثلا ما يعطينا العوارض الشرقية في الدليل المقامي، احنا نضطر نضيفها إضافة على ديكسبري، ونتثبت في العوارض الطارئة أيضا، إضافة إلى تنسيق الوثيقة وكتابة العناوين المناسبة وحساب هوامش الطباعة والتأكد من سلامة النصوص الأدبية من الاختصارات، ثم أرشفة الوثائق في ملفات حسب المادة والاختصاص والمستوى الدراسي. ثالثا عملية الطباعة. يتصل الحاسوب المركزي لمركز برايل بآلة طابعة من نوع إيفرست دي V5. يتم إرسال الملفات بصيغة BRF أو Word. رابعا عملية التوزيع. يتصل الطلبة المكفوفون وضعاف البصر بالمركز لاستلام مواردهم المطبوعة، أو يتم التنسيق مع زملائهم المتطوعين وأعوان الإدارة لإيصالها لهم قبل بداية الدوام أو عبر الإيميل. يعني الأستاذ يجي على الحصة الساعة 8:30 يلقى طالب عنده كوبي من نسخة التمرين بالبرايل الموسيقي حتى قبل ما يبعثها للطلبة المبصرين.
في شيء اختفى. مهام التوثيق والمكتبة. يحتوي المركز الوطني للبرايل الموسيقي على نواة مكتبة تضم بعض الكتب الأدبية والشعرية بكتابة برايل، إضافة إلى بحوث التخرج ورسائل الماجستير التي تعنى بالبرايل الموسيقي، كما يضم جهاز كوبا فيجن إيزي ريدر، وهو جهاز يقرأ المستندات والكتب عبر نظام صوتي، ويمكن تسجيل النصوص بصيغة PDF وورد أو في شكل تسجيل MP3. Excuse me. مهمة جمع التبرعات، وهي مهمة صعبة حقيقة أمام ارتفاع أسعار الأجهزة والأدوات الخاصة بالمكفوفين كآلة الطباعة. يعني في تونس تتكلف حوالي 10,000 دولار، وأسطر برايل حوالي 4,000 دولار لكل سطر برايل. الناسخ الرقمي في حدود 6,000 دولار، وندرتها في تونس يعني احنا عندنا مزود وحيد قانوني للمواد. وعجز المعهد عن تحمل نفقاتها، نظمت جمعية العمل التنموي التابعة للمعهد حفلا خيريا حقق نجاحا جماهيريا، وذهبت مداخيله لتأثيث المركز وشراء طابعة البرايل وغيرها من الأدوات. ساهم في العرض فنانون من تونس معروف مشهورون كالفنان عدنان الشواشي والمايسترو عبد الرحمن العيادي. هذه يعني من الفيديوهات الترويجية للعرض. هذه أفيش العرض الذي حمل عنوان مفتاح عيني بين يدي، يعني عرض بعنوان نجمي عالي. هذه نماذج من تناول الطلاب لوثائق برايل بمختلف أشكالها. يعني فما الشكل الرقمي، هذا الطالب عنده آلة برايل سنس يقرأ بها BRF فايلز، أبعث له التمارين عن طريق الإيميل، وهو طالب كفيف وعنده توحد وعنده هشاشة العظام وعنده كثير من الأشياء مع بعض، بس هو طالب مجتهد ووصل يحقق يعني تقدم في التمارين. هذا عزيز عازف بيانو، أصبح الآن يدرس نوتة البرايل في مقطوعات البيانو، هذا خلال الدورة التكوينية الفارطة، يعني يقرأ النوتة ويعزفها.
اليد اليسرى يعني دو نوار في دوبل لكم سوبير وين دومي بوز يعني وقتين سكيت لين بعدها وقت سكيت كيف كيف et tu lèves 2 3 بعد عندك sol quel octave l'octave 2 voilà très bien ça où tu as mis voilà bravo هذه أغاني تونسية بالكتابة الموسيقية. هذه أغنية للفنان الجاموسي. وغيرها من النماذج. هنا أنشطة المركز البرايل الموسيقي داخل قاعة المركز. يعني هذا الفيديو تصور بكل عفوية خلال أنشطتهم. مرحبا بكم في الصوت البراي. احنا اليوم مجتمعين على نشاطات مختلفة. عزيزي كتبتي سماعي بطبع المضمون على ميوزسكا باستعمال اختصارات ينقد فيه من البراي للميوزسكا. هذه البراي حروف التاء اللي فيه حروف البراي وحروف الألوان وبجنبهم ما يعد لهم البراي وصفحة للتطبيقات. نورس وزهرة قاعدين يكتبوا في المقدمة بتاع البحث العلمي. دونك البحث العلمي تاعك في القسم. شنو البحث بتاعك؟ يعني طريقة الإيقاع الموسيقي للمكفوفين. très bien. المجموعة هذه نتعلموا في الكتابة على تطبيق ميوزسكار. دونك أشرف يعلم في عبد الباسط في إشراف الأستاذة نورهان. في هذه القاعة يعني ولو يجتمعوا المكفوفين وصاروا يحبوا يجتمعوا مع بعض ويشجعوا بعض ويتنافسون شكون يتعلم قبل كتابة الموسيقى والأنشطة المختلفة. يعني بما فيها من ضوضاء فهي ضوضاء جميلة يعني يتلموا مع بعضهم. هذه يعني تجربة في إيجاد نماذج للإيقاظ الموسيقي باستعمال البطاقات الوصفية للآلات الموسيقية عن طريق إحداث يعني بالقلم 3D وكتابة اسم الآلة تحت وشوف جنب الكمانجة شوف على اليسار فما شي تسمى هذيك القوس تاعنا شو مكتوب كمان وانت جيهان شنو الآلة اللي كتبت؟ عرفت الشكل بتاع الجهاز دو ريزونانس الصندوق الصوتي هذا أشرف يجرب تطبيق جولد ويف وهو يتابع يعني محاضرات عبر الويب للدكتور أحمد عبد الظاهر ويسجل الموسيقى ويعمل ميكساج. باش نعمل ريفيو الصوت مش طالع. نمر إلى الإشكاليات والتحديات. تعد تجربة المركز حديثة العهد يعني سنة
وبعض الأشهر، لذلك فهي تجابه عددا من الإشكاليات. فعلى المستوى البيداغوجي يواجه الطلاب المكفوفون صعوبات في التأقلم مع رموز كتابة برايل للموسيقى، كما تصبح الأمور أكثر تعقيدا في بعض المواد كالهارموني والكتابة الموسيقية العمودية التي تحتوي على تآلفات. في العزف على الآلات يعني هناك يعجز الطلبة عن القراءة والعزف في آن واحد، يعني يأخذون وقت إضافي لإنهاء القطعة. مجاراة التطورات التكنولوجية السريعة، يعني تطبيقات الكمبيوتر وتطبيقات الهاتف الجوال المتاحة للمكفوفين تتطور بسرعة عجيبة، وكل يوم يصدر تحديث جديد في هذه التطبيقات، يعني التعامل معها مو هين. يمثل استعمال الوسائل التكنولوجية تحديا حقيقيا بالنسبة لبعض المكفوفين، خاصة الذين لا يملكون حواسيب ولم يدرسوا مادة الإعلامية بصفة متواترة. فعلى المستوى التدوين اللغوي والموسيقي ببرنامج DBT يجتهد الطالب في عكس اتجاه كتابة الرقم خلافا لما تعود عليه سابقا طيلة سنوات دراسته، لكن سرعان ما يتأقلم بالتدريب. ساعدت التطورات التكنولوجية في برنامج الكتابة الموسيقية على إدماج الطالب الكفيف أكاديميا، فبرنامج ميوزيسكور 4 وهو برنامج مجاني ومتاح تماما للكفيف من خلال اختصارات على لوح المفاتيح وباستخدام الناطق الذي يخبره بإحداثيات كل خطوة ينجزها على السلم الموسيقي. الآن أصبح بإمكان الكفيف الكتابة والتوزيع وطباعة نوتاته للمكفوفين وللمبصرين، يعني ما عادش حواجز لتحقيق استقلاليته. تحقيق استقلالية الطالب الكفيف انطلاقا من أن الهدف الأساسي للمركز هو متابعة الطلبة في مسيرة تصاعدية معرفيا ومهنيا، يسعى المركز إلى التقليص من تبعية الطالب أثناء مرحلة الدراسة وبعد التخرج. يتحقق ذلك بواسطة تكوينه وتوفير الوسائل المعرفية والتقنية وتنويع المهارات بتدريبه على الوسائط الرقمية التي تسمح له بالتواصل مع محيطه ومع العالم، كالقراءة والكتابة والنسخ والطباعة والتصفح، الإبحار عبر النت، البحث عن الموارد التعليمية بالمكتبات، اتباع دورات تكوينية افتراضية. متابعة الاندماج المهني للطلبة في سوق العمل، يعني الآن أصبح الكفيف قادر أن يدرس المبصر، ليس هناك يعني ما يمنعه من ذلك، ويمكن تصور آليات داعمة لجهود المركز في متابعة اندماج الطلبة من خلال عقد شراكات مع مدارس ومعاهد الموسيقى، مع الأوركسترا، مع دور الثقافة إلى غير ذلك، وتشجيع الإبداع والابتكار عن طريق إطلاق مشاريع جديدة كإصدار كتب موسيقية بكتابة برايل، وتطوير برنامج الإيقاظ الموسيقي، وإنتاج محتوى وصف صوتي للأفلام ومسلسلات للمكفوفين وأعمال أخرى. خاتمة، يهدف المركز إلى ضمان حصول الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على الموسيقى على قدم المساواة مع المبصرين من خلال التدريب وتنمية المهارات ودعم الإبداع وإعدادهم لسوق الشغل، كما يعمل على زيادة الوعي بثقافة طريقة برايل الموسيقية من خلال تكوين المكفوفين والمبصرين من رواد المؤسسات التي تدرس الموسيقى، أساتذة، تلاميذا، عازفين، منشدين وباحثين وغيرهم من الفنانين والهواة من كامل مناطق الجمهورية التونسية. يعمل المركز على عقد شراكات والتعاون مع مؤسسات ذات خبرة حول العالم قصد البحث وتطوير مهارات رواده من مؤطرين ومنتفعين. وشكرا على المتابعة والاهتمام. نشكر الأستاذة رفقة على عرض النماذج من أنشطة المركز الوطني للبرايل الموسيقي في تونس، وإن شاء الله نرى مراكز في الوطن العربي شبيهة بهذا المركز اللي قدم نماذج مميزة للأمانة.